السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 فوق ما تتصوروا بجد. النهاردة الفيديو بتاعنا هقولك على 7 نصايح لو انت مشيت عليهم هتخلي اليوم بتاعك من 24 ساعة ل 48 ساعة. وانا كده مقصودش اللي انت فهمته، انا مش مشعوذة ولا ساحرة عشان اخلي لك يومك 48 ساعة بدل من 24 ساعة. بس هل انت سألت نفسك ليه في ناس بتنجز كل اللي عليها وبتذاكر كل اللي عليها، بالاضافة ان هي بتنمي من نفسها وبتنمي من قدراتها، بالاضافة لوقت الخروج والاستمتاع بحياتها اليومية غير المذاكرة والانجازات اللي هي بتعملها؟ اقولك بكل بساطة كده ان الناس دي الوقت بالنسبة لها بطيء، يعني الوقت بالنسبة لها بيمشي بالراحة جدا، لكن انت وقتك عشان ما بتستفيدش منه وعشان بيضيع في حاجات ملهاش اي 30 لازمة، فانت بتحس الوقت سريع وفي نفس الوقت اليوم بيضيع وما بتعملش فيه اي حاجة وبتحس كده اللي هو ما فيش وقت معاك اصلا. اللي عايزة افهمهولك ان الوقت عند كل البشر هو 24 ساعة في اليوم، عندنا كلنا اكيد طبعا الوقت مش بيتغير، ولكن اللي بيفرق واللي بيتغير هو تنظيم وادارة الوقت بطريقة صح. فانا جاية النهاردة عشان اديك 7 نصايح لو انت مشيت عليهم صدقني ممكن ان انت تقدر تنظم وقتك بعد الفيديو ده، وتقدر تعرف اصلا وقتك بيضيع في ايه، وتقدر ان انت تظبط الدنيا وتدير وقتك بطريقة صح. فيلا بينا ندخل. وقبل ما اقولك على ال7 نصايح بتوعنا اللي هيخلوا اليوم بتاعك 48 ساعة، عايزة اقولك بس جملة حلوة جدا هتفيدك جدا، وهي ان انت تستعين على قضاء حوائجك بالكتمان. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طب ليه بقولك كده؟ يعني اي حاجة انت بتعملها ما تعرفش حد بيها، ايا كان الشخص ده مين، سواء حتى لو اقرب الاشخاص ليك، فما تعرفوش بالحاجة اللي انت بتعملها، خصوصا في المذاكرة، في الانجازات بتاعتك، في الاهداف بتاعتك، في مستقبلك الخاص بيك انت، عشان ممكن بنظرة حسد واحدة انت تروح دنيا تانية خالص وتنزل من سابع سما لسابع ارض. فبالتالي احنا مش عايزين كده خالص. فاي حاجة هتعملوها او اي حاجة هتمشوا عليها لازم انتوا تكتموا عليها في نفسكم لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمكم وتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها. اول نصيحة معانا وهي ان انت تظبط نومك. طب ليه اظبط نومي؟ ايه دخله في الوقت وفي تنظيم الوقت؟ ما هو انت لما تظبط نومك ده هيترتب عليه ال6 نصايح الباقيين. فاول نصيحة بالنسبة لنا ان انت تظبط نومك وتخلي نومك من 6 ساعات ل8 ساعات ولا يقل ولا يزيد. يعني انت نومك الطبيعي المفروض بيكون من 6 ل8 ساعات، غير كده فانت بتضيع يومك، غير كده انت لو مثلا بتنام اقل من كده فانت برضو مش هتركز ومش هتعرف تعمل الانجازات اللي انت عايز تخلصها. لو انت نمت من 6 ل8 ساعات هتبقى صاحي مركز، وفي نفس الوقت يا ريت يا ريت يا ريت تكون الفترة بتاعت النوم بتاعتك يعني من 10 بالليل لحد مثلا 4 الفجر، او لحد مثلا 5 الصبح. المهم ان انت في الفترة دي كلها بتكون نايم ومسترخي ومريح دماغك عشان تصحى بدري. تاني نصيحة وهي ان انت لازم تعرف وقتك بيضيع في ايه. انت بتضيع وقتك في ايه؟ لازم تعرف انت وقتك ضايع في ايه. اكيد طبعا اكيد كلنا عارفين اللي بيضيع وقتنا، سواء بقى فيسبوك، سواء واتساب، سواء تليفون، سواء يوتيوب، سواء مسلسلات، سواء اصحاب، ايا كان الحاجة اللي انت بتضيع لك وقتك حاول ان انت تبعد عنيها، لان حرفيا انت لو ما بعدتش عنيها فخلاص انت كده هتفضل الحاجة دي طول عمرك وطول حياتك بتضيع لك وقتك وبتسحب وقتك في الهدر، ومفيش اي استفادة ومفيش اي تقدم ومفيش اي انجازات بتحصل. فانت لازم تبعد عن الحاجة اللي هي بتضيع لك وقتك. وطبعا انا مش هقولك ايه اللي بيضيع لك وقتك، انت اكيد عارف انت ايه اللي بيضيع لك وقتك. سواء النصيحة رقم 3 وهي تحديد الهدف من الليلة السابقة. يعني ايه تحديد الهدف من الليلة السابقة وايه اللي اقصده بالكلام ده؟ اقصد ان انت لازم تحدد هدفك من الليلة اللي قبليها. يعني مثلا لو افترضنا ان انا صاحي النهاردة الصبح بدري، المفروض من اليوم اللي قبله بالليل ابدا ان انا احدد انا عايز انجز ايه، انا عايز اخلص ايه، واعمل ستيكي نوت او تو دو ليست بالمهام اللي انا عايزه اعملها، وابدا ان انا اصحى الصبح تاني يوم اخلص المهام دي. ما ينفعش اسيب اليوم هو اللي يمشيني، لازم اليوم انا اللي امشيه، ولازم اكون عارف انا عايز انجز
هنجز ايه واخلص ايه وايه كم الساعات اللي انا هنجز فيه الحاجه دي، عشان ابقى ماشي ومنظم الدنيا كده واحده واحده. النصيحه رقم 4 وهي ان انت لازم تحدد الاولويات. يعني ايه لازم احدد الاولويات؟ يعني انت لما بتيجي تحدد التو دو ليست بتاعتك لازم بتحط مثلا في الاول الحاجه المهمه جدا اللي انت عايز تخلصها واللي هي مهمه قوي قوي بالنسبه لك عشان تخلصها. ما تحطش مثلا الحاجه الاقل اهميه وتقول لا ده انا هنجز الحاجه دي الاول. لا، الحاجه المهمه الاول، الحاجه اللي ليها الاولويه واللي ليها النسبه الاكبر في المذاكره والانجاز وان انت تخلصها يعني، فدي اللي تحطها في الاول. لكن بعد كده بيجي وراها الحاجات اللي هي اقل اهمية. النصيحة رقم 5 وهو ان انت زيك زي بقية الناس. اقصد ايه بالجملة دي؟ زيك زي بقية الناس يعني اقصد ان انت صاحبك اللي خلصه في يوم او خلصه في ساعتين او اللي خلصه في 3 ساعات انت تقدر تخلصه في وقت اقل من كده. صاحبك مثلا اللي بيركز على الكتاب، تمام، انت تقدر تركز على الكتاب برضو. ما تقولش مثلا ده انا لا ما بحبش اقعد كتير على المذاكرة، خصوصا الولاد يعني ما بيحبوش يقعدوا كتير على المذاكرة. فلا، انت زيك زي بقية الناس، اللي صاحبك عمله انت تقدر تعمله، اللي غيرك عمله انت تقدر توصله، تمام. فمفيش حاجة مستحيلة، وطالما هو عمله انت عندك المقدرة ان انت تعمله برضو. هو مش احسن مني، لا هو زيك وممكن انت تكون احسن منه بس انت مش مدي فرصة لنفسك ان انت تعمل كده. فبالتالي انت زيك زي بقية الناس. لازم عشان تنجز المهام اليومية بتاعتك او تنجز كل مهمة لازم تاخد ما بين كل مهمة والتانية فترات استراحة متباعدة. النصيحة رقم 6 ان انت تتعود تقول لا. يعني ايه تعود اقول لا؟ اتعود تقول لا لأي حاجة بتشغلك عن مذاكرتك، بأي حاجة بتشغلك عن الأهداف بتاعتك، المهام بتاعتك. زي ايه؟ طب زي مثلا لما تكون بتذاكر مثلا تليفونك يقوم يرن فانت هتروح ترد طبعا. فلا، اتعود تقول لا، اتعود تقول لنفسك لا، مش تقول لحد تاني. لا، اتعود تقول لنفسك لا انا مش هرد على التليفون، انا لازم اكمل مذاكره. مثلا انت قاعد بتذاكر فصاحبك يبعت لك مسج على الواتس، على الانستجرام، على الفيسبوك، فاتعود تقول لا انا مش هفتح التليفون وارد على المسج ده. مثلا صاحبك رن عليك قال لك تعالى انزل معايا مثلا، فاتعود تقول له لا، خليك واقعي، تمام، لان مستقبلك اهم بكتير من الحاجات التافهه دي. انت زي ما قلنا انت بعد ما بتخلص كل الحاجات اللي عليك فعندك الامكانيه ان انت تعمل كل اللي انت عايزه. طالما انجزت وخلصت كل اللي عليك فليك حريه ان انت تطلع، ليك حريه ان انت تلعب، ليك حريه ان انت تسمع مسلسلات، ان انت تمسك التليفون، ليك حريه في كل حاجه. بس المهم ان انت تخلص اللي عليك. خلي عندك عقلية التحدي. يعني ايه اخلي عندي عقلية التحدي؟ واصلا اتحدى مين؟ هتتحدى نفسك. هتتحدى مين؟ هتتحدى نفسك. يعني يا قاتل يا مقتول. يعني انت هتقول لنفسك لا انا النهاردة لازم اخلص كل المهام اللي انا مخطط لها، لازم اخلصها النهاردة. يعني النهاردة يعني ما اجلش حاجة من المهام دي لبكرة. انا حددت مثلا انا هذاكر كذا وكذا وكذا، فلازم النهارده ما نمشي الا وانا مخلص الحاجات دي. دي اسمها عقليه التحدي، ان انت تخلي بينك وبين نفسك كده تحدي، اللي هو يا قاتل يا مقتول، يا انا يا المهام بتاعتي، يا انا يا اليوم، تمام. فلازم لازم لازم تبقى بتتحدى نفسك بينك وبين نفسك، مش بتتحدى حد تاني، لا انت بتتحدى نفسك. انت بتوري لنفسك ان انت احسن، بتوري لنفسك ان انت قادر تعمل الحاجة دي، بتوري لنفسك ان انت لا قد التحدي وانت هتفوز على شيطانك، تمام. فلازم لازم لازم يكون عندك عقلية التحدي عشان تخلص كل اللي عليك وتنجز كل اللي عليك. لان كل الناس اللي حرفيا بيبقوا بينجزوا في حياتهم وبيخلصوا حاجات كتير وبيطلعوا حاجة وبيشتغلوا على نفسيهم وبيعملوا حاجات كتير، دول والله بيبقوا ناس يعني بينهم ما بين نفسهم كده اللي هو اي حاجة بيعملوها بيقولوا لا، يعني بيفكروا كذا مرة قبل ما بيعملوا الحاجة، بينجزوا الحاجة. لو هم مش عايزين يعملوا حاجة هيعملوها ايا كانت الحاجة دي ايه، وايا كانت الصعوبة بتاعتها، وايا كانت المدة اللي هتاخدها الحاجة دي عشان يخلصوها.
المهم ان هم في الاخر بيخلصوا الحاجه دي في الوقت اللي هم محددينه لنفسيهم، وفي التخطيط وفي الجداول اللي هم عاملينها والحاجات اللي بيرسموها في دماغهم. فانا عايزاك زي كده بالظبط، اي حاجه انت بتخطط لها، اي حاجه انت بتكتبها وبتقول انا عايز اعمل الحاجه دي، خليك قد الحاجه دي وخليك قد التحدي بينك وبين نفسك واعمل الحاجه دي فعلا. مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه مستحيله. تمام؟ انا كده قلت لك على ال7 نصايح، وتقريبا لو انت مشيت على ال7 نصايح دول صدقني الوقت بتاعك هيتغير، وتنظيم يومك ووقتك هيتغير، لان انت هتعرف ايه اللي بيضيع وقتك فهتبطله. انت هتعرف تقول لا لحاجات كتير انت كنت بتعملها مثلا بتشغلك بتضيع لك في الوقت، فانت لما تقول لها لا وما تعملهاش تاني فده هيرجع الوقت بتاعك وهيخلي عندك وقت اكتر لما تظبط نومك وتنام من 6 ل 8 ساعات، وده النوم الطبيعي بتاعنا، وتصحى بدري وتنام بدري، فبالتالي ده هيظبط معاك حاجات كتير. فانا كده خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى ان انا اكون بقى فدتك حتى لو بحته قد كده. فما تنساش بقى تدعيلي دعوه حلوه في الكومنتات، ولو انت بقى اول مره تشوفني ما تنساش تعملي سبسكرايب في الشانل ولايك للفيديو وشير بقى، عشان ايه؟ عايزين نوصل ل10,000 مشترك قبل اخر الشهر. وبس كده، باي باي.